ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عامله لكم النهارده فرخه صغننه خالص مشويه حدقه جميله. شايفين عامله ازاي؟ الحشوه بقى الجبار. انا ما صورتهاش وانا عامله الخلطه بتاعتها، بس انا هقول لكم على الوصف بتاعها وهي سهله وبسيطه خالص. هي منها صغننه ما كنتش ناويه اصورها، بس جميله وريحتها جميله خالص خالص. عاملين بقى ايه النهارده؟ عاملين بصلايه على قرن فلفل احمر، يعني احمر زي دي كده. انا يعني كان اخضر عندي وسبته لما اصفر، وشويه فلفل اسمر وليمونه خضراء وشويه ملح وشويه كمون وشويه بابريكا وشويه خلطه من اللي انا عاملاها بقى اللي هي السبع بهارات. حطيناهم على بعض وحطيناهم على البوتاجاز بالكبده بتاعت الفرخه والقنصه، وقمنا قطعناها وقمنا حشيناها، وحطيت حته زبده على وش الفرخه ودخلتها الفرن في وسطاني على درجه حراره 150، وسبتها وهديت عليها خالص لحد ما استوت يا حبايبي. وعامله قرن فلفل احمر مشوي اهو معانا، وهنشوف بقى الخلطه الجباره مع بعض اللي جوه الفرخه. شايفين بقى يا حبايبي الفرخه بتاعتنا الجميله دي اهي؟ شايفين لونها جميله، وسبتها بقى ما ولعتش من فوق خالص ولا اي حاجه، سبتها لحد ما استوت ببعضها كده اهي. شايفين بقى الحشوه بتاعتها من جوه اهي، ما شاء الله جميله، ريحتها جميله، خطيره 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 اهي يا حبايبي. والفرخه نفسها مستويه وزي الفل اهي. دي الحشوه من جوه، ودي الفرخه بتاعتنا اهي. شايفين مستويه وعامله ازاي؟ جميله جميله خالص. يلا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك. مطبخ حنان الكلاب. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عايزين نعمل بقى النهارده شويه كمات كده، علشان في ناس طلبته مني وتقريبا ما بيجيبوش الفيديوهات القديمه ولا كده، فانا هعمله بقى عشان رمضان شويه صغننين معانا كده ونشوف بقى يا حبايبي. بسم الله. معانا اللبن الرايب بتاعنا الحليب، ببقى اسيبه كده يقوم رايب، جايبه لكم بخير اهو زي ما هو اهو، بيشططوا بحال. يبقى في التلاجة عندك يبقى فايض منك من كوبايه تشربها، لو فيها حتى سكر عينيها هتروب هتبقى زي الفل. ومعانا الدقيق نخلناه علشان في بنات طلبته وقالت احنا عايزينه يا طابت، هنعمله تاني اهو يا حبايبي. معانا بقى بيكنج باودر اهو، ومعانا باكو خميره فوريه بسم الله. ومعانا نص ما يكون كيلو كامل نحط الباكو كله محسن كيك شيف، هناخد نصه بس كده اهو عشان يرفعوا معانا وخليه مورق. معانا معلقه سكر كبيره. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. معانا نص معلقه ملح اهي يا حبايبي. كده خلاص خلصت مقاديرنا. هناخد طبعا زيت، بس هنقلب الاول اللبن الرايب، الحليب الرائي اللي انا سايباه رايب، او زبادي او لبن رايب عندك اللي هو بيسموه روب، هنحطه كده اهوت بالبركه على اهو بقشطته بحال اهو. بس ايه بقى، انا عايزه لما يكون قشطه كتير ما تحطوش قشطه كتير عشان ما تخلوش مكتوم وما يبقاش سمين. واللبن اهو، وهنحط حوالي 3-4 كرنبات كده، كرنب يعني، ونقلبه ونعجنه. وتبع ما العجينه قدامك هتشوفيها هتحتاج ميه او لبن ولا لا، انا لا هقول لك بالمقدار ولا باي حاجه اهو. العجينه قدامك لحد ما هوريها لك انت بقى وبراحتك بقى، بس حط حبه حبه هنعجنهم بقى. شايفين بقى العجينه محتاجه معانا لبن كمان اهي، ولو عايزه ميه، لو اللبن عندك سمين وعايزه تكملي بميه كملي بميه، مش هيجرى اي حاجه، او كملي بلبن حليب. تمام كده اهو. بزود ازاي اهو، طول ما العجينه بتاعتك لسه فيها دقيق هتعرفي ان هي عايزه ميه او لبن او زبادي.
لبن رايب يعني. طول ما هي قدامك دقيق لسه. شايفين شويه الدقيق بدات تبقى عجينه، ما اقعدش احط بقى، حتى لو في شويه دقيق صغننين زي دول كده ما احطش، علشان لسه هيتعمل هيتخلط في بعضه ما يطرش معاكي بقى وتبقى عامله زي الميه ما تعرفيش تعملي فيها حاجه. وانا هحط لكم في صندوق الوصف المقادير بالكوبايه برضو بالدقيق والزبادي واللبن. بصوا بقى يا بنات، لما يكون اللبن عندنا سمين، انا النهارده يعني انا بقول لكم على الطريقه ومش هقول اي حاجه تانية علشان برضو الكل يبقى عارف. لو اللبن سمين قوي ما نزودش زيت، لو اللبن حاسين ان هو ما فيش فيه سمانه نزود زيت براحتنا. تمام. كل كيلو دقيق هياخد لنا حوالي نص كوبايه زيت، فاحنا هنشوف هنحطه مع بعض. انا بحط بالنظر كده اهو حوالي ربع كوبايه صغيره اهي، والف بقى العجينه بتاعتي لحد ما تخلص. العجينه بدات تلف معانا ازاي كده، بعرف على فكره انا بعرفها من شكلها كده، بعرف ان هي شكلها حلو يعني، مش محتاجه معايا لا زيت ولا محتاجه معايا اي حاجه اهي. لسه بقى هتتعجن. شايفين بدات تلم بقى حبه بحبه اهي. القوام ده اهو ما عادش احط اي حاجه خالص اهي. طول ما العجينه بقى لمت في العجينه بتاعتك كده اهو تعرفوا ان هي نضفت. عايزه ايه حط لها، عايزه ميه حط لها لحد ما تلاقيها بالقوام ده اهو باللون الشكل الجميل ده اهو. تمام. هنسيبها بقى تخمر معانا، وهقول لكم وانا ببططها بفردها يعني سر عوامل نجاح العجينه معانا ايه عشان تبقى هشه في الصينيه وفي العجن وفي الخمر. يعني اما تخمر ليه فيها خطوات هنعملها عشان تبقى العجينه معاكي حلو والقرصه معاكي طريه وهش. كده بقى خمرتنا عجينتنا خمرت خالص، كانت كده اهو، بس انا لما عملتها كده نزلت. عايزينها بقى تبقى بالقوام ده اهو، بعدين نهشها نعملها كده اهو كده اهو علشان ايه نضمن ايه نجاح الكماجه معانا. يعني هشتين بس كده اهي. شايفين بقى شكل العجينه عامل ازاي جميله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم بارك. شو عاملين ازاي، عامله ازاي. ننزلها بقى كده اهو وهنقرصها كده اهو بقى لحد ما ايه ما العجينه بقى تعمل معانا تظبط. يعني هنسيبها بقى هتفرد بقى ايه حبه حبه مع بعض. الوقت هتبقى لوي عشان احنا هشين، وما نيجي نبططها نسيبها 10 دقايق لحد ما تفرد مع نفسها بقى. اهي شايفين بقى الجمال ده. من غير قطاعه ولا سكينه ولا اي حاجه. قرص كده اهو تبقى عامله زي البرتقانه الصغننه كده، عشان لا تبقى كبيره قوي ولا صغننه قوي. عجينه ناجحه وجميله، بس هتلو معاكي شويه علشان احنا هشناها، وبعد كده هتفرد من على نفسها وهتطرى بقى وهتلاقيها اما تريح كده شويه تبقى مية مية. ومعانا الصواني شويه بطاطس بقى كده، شويه باميه، شويه ملوخيه، شويه فول. خلاص بقى هنبططهم اهو. شايفين بقى العجينه جميله. نخبز بقى يعني الكيلو دقيق تحط عليه كوبايتين لبن رايب، ونحتاج زودي، ونحتاج دقيق زودي برضه. معانا شويه دقيق صغننين خالص عشان بس تفرد معانا كويس ريحها بس كده.
شويه هتبقى لويه لسه شويه عشان ايه عمل. هتفرد بعد شويه، هتفرد وتريح شويه بالعجله. معانا بقى الصينيه بتاعتنا اهي، وهنحط عليها كده. واهم حاجه بعد ما اخلص بقى الكميه اللي هعملها ان احنا ما نلزقهمش في بعض، وان احنا نسيبها تخمر على الصينيه تاني. دي سر من اسرار نجاح القرصه معانا، الخبز معانا. تمام. هخلص واوريلكم بقى الشكل النهائي. خلصنا بقى اهو. لما تيجي تخمر بقى اوريلكم هي خمراء. نغطي وشها بقى كده اهو باي كيس بلاستيك عندك عشان يعرق وشه ما ينشفش.